خلّينا طبعًا نبدأ نتكلّم عن أهم حاجة لازم تعملها وأنت بتفتح أول business ليك، وهو إنّك تختار الشخص المناسب اللي يقدر يساعدك في تقديم الخدمة اللي أنت عايز تقدّمها للعملا بتوعك. والموضوع ده طبعًا مهم جدًا، جدًا، لإنّك أنت لو ما عرفتش تقدّم الخدمة بالطريقة المضبوطة للعميل، العميل بعد شهر هيسيبك، أو أول ما يلاقي أقرب فرصة إنه يسيبك فيها هيسيبك، لإن أنت ما عرفتش تقدّم الخدمة دي بالطريقة المضبوطة. فبالتالي مهم جدًا، جدًا، إن إحنا نعرف نختار الشخص المناسب اللي يقدر إن هو يقدّم لنا الخدمة بتاعتنا بطريقة مضبوطة. ودي بالنسبة طبعًا للنقطة الأولى. بالنسبة للنقطة التانية، إن هو يكون شخص بجد قد المسؤولية إن هو دايمًا يكمّل معاك مع عميل و2 و3 و4. وعلى فكرة، لو أنت اخترت الشخص المناسب بالنسبة لك من أول مرّة، يبقى أنت بجد هتخلّي الbusiness بتاعك يروح في حتّة تانية. فبالتالي الbusiness بيقوم على الشخص اللي بيقدر يقدّم الخدمة بتاعتك بطريقة عالية جدًا، جدًا من ناحية الquality، وفي نفس الوقت في أسرع وقت ممكن. طبعًا احكي لكم قصتي مع الأشخاص اللي أنا اتعاملت معاهم عامةً كteam، والفرق من إن أنت تقدر تجيب الشخص المناسب للteam بتاعك وينجّحه، والشخص التاني اللي تجيبه للteam بتاعك ويوقّع الbusiness بتاعك بالكامل. أولًا من غير ذكر أسماء، أنا مرّيت بكذا واحد قبل كده، وعيّنت مثلًا 3 أشخاص، وال3 أشخاص دول ما نفعوش معايا، ولكن الشخص الرابع نفع معايا. وطبعًا أنا مش هاذكر أي أسماء للأشخاص عامةً اللي اتعاملت معاهم قبل كده، أنا اللي هاذكره بس الشخص بجد اللي هو كان قد المسؤولية وساعدني جدًا، جدًا، واللي هو صلاح. تمام. صلاح طبعًا كان من أفضل الأشخاص بالنسبة لي اللي أنا اتعاملت معاهم لحد دلوقتي. شخص أنا اتعرّفت عليه عن طريق الoutsourcing، بدأنا نشتغل مع بعضينا، ودّينا الbusiness والشغل هو بتاعنا في حتّة تانية الفكرة إن خالص. إحنا مش وصلنا إن هنحط هو إن percentage في إن الأول أنا for وهو المبيعين. نعمل أكتر من 6 أرقام في الشهر. تمام. أكتر من 100,000 جنيه في الشهر. ده بس بسبب إن أنت لقيت الشخص المناسب اللي يقدر إن هو يكمّل الbusiness بتاعك. بالنسبة للأشخاص التانية اللي أنا اتعاملت معاهم، عدم مسؤولية، تأخُّر على الرَد على العميل، ما فيش أي مسؤولية أبدًا من ناحية حتى تقديم الخدمة ولا حتى جودة الخدمة. يعني مثلًا ممكن العميل يبعت مثلًا يوم التلات، هم يردّوا عليه عادي يوم الخميس، تخيّل! فبالتالي أنا عدّيت بكذا مرحلة كبيرة جدًا، جدًا من ناحية الoutsourcing، وعارف كويس مين الشخص اللي أقدر أختاره، وأنا عارف 100% إن هو اللي هيكمّل معايا، وطبعًا هاقول لك صفات الشخص ده، وعارف برضه صفات الشخص التاني اللي أنا لازم أبعد عنّه. فبالتالي أنا اتعاملت مع الناحيتين. وعلى فكرة في أشخاص خسّروني كمية عُملا. أنا في مرّة بسبب شخص واحد في الoutsourcing خسرت 10 عُملا. متخيّلين 10 عُملا عشان هو بس ما كانش قد المسؤولية. فبالتالي لازم تبقى فاهم كويس جدًا، جدًا الoutsourcing ده من أهم الحاجات اللي لازم تركّز عليها وأنت بتعملها، علشان هو الشخص ده اللي هيكمّل معاك دايمًا بمرور الوقت. أكيد لازم تفهم الموضوع ده. إزاي تقدر تعمل outsourcing؟ طبعًا الفيديو ده مقسوم لجزئين، الجزء الأول هو الجزء النظري، والجزء التاني هو الجزء العملي. الجزء العملي هاوريك بالضبط إزاي تقدر إن أنت تعمل outsourcing كأني أنا بالضبط باعمل outsourcing. إزاي أنا كمحمد أسامة باعمل outsourcing ده بالطريقة المضبوطة، وفي نفس الوقت طبعًا هاقول لك الأماكن الصح اللي تقدر تجيب منها أفضل الأشخاص، أو أفضل يعني عامةً الfreelancers. تمام، عشان تبقى فاهم الموضوع ماشي إزاي. والنقطة التانية طبعًا الموضوع ده مهم جدًا، ازاي تقدر تكتب البوست اللي بيقدر يجيب لك اشخاص كتيره جدا جدا عشان تقدر تختار براحتك وتختار انسب واحد ليك. تمام. خلينا طبعا نبدا نشوف ازاي هنقدر نعمل الموضوع ده. يلا بينا. تمام. خلينا طبعا نبدا نتكلم اكتر عن التارجت بوينتس. والتارجت بوينتس هما حاجتين مهمين جدا جدا في الاوت سورسنج. اول حاجه طبعا السوشيال ميديا اكونتس او اكونتات السوشيال ميديا، لازم تبص عليها علشان مهمه جدا جدا. وتاني حاجه هي نتائج الخدمه او السيرفيس ريزولتس. طبعا منطقي جدا جدا انت تبص على النتائج بتاعه الخدمه بتاعه الشخص اللي عامه اللي انت حاسه ان هو مناسب معاك شويه. ده منطقي جدا، اي حد هيعمل كده واكيد هتبص على النتائج بتاعته. ولكن مفيش حد ابدا بيبص على اكونتات السوشيال ميديا. نتائج الخدمه هنا بتبين هو الشخص شطارته قد ايه بالظبط في تقديم الخدمه اللي انت عايز تقدمها للعملاء بتوعك. ولكن السوشيال ميديا اكونتس بتبين الشخصيه الحقيقيه للشخص اللي انت بتعمل له اوت سورسنج. بمعنى الشخص عامه اللي انا عينته اول واحد قبل طبعا ما اعين فيها صلاح، الشخص الاول ده شخص كان بيرد على العميل بعد يومين وثلاث ايام. تمام. المشكله مش في كده، المشكله انا كنت ببقى فاكر ان هو عنده مشكله عامه صحيه او مرضيه او اي حاجه من الحاجات دي. لا، انا كنت بدخل للسوشيال ميديا اكونتس بتاعته او الفيسبوك بتاعه، بلاقي ان هو بيشير او بيعمل مشاركات على الفيسبوك بمعنى اصح ممكن تكون كل دقيقه. انتوا متخيلين؟ فبالتالي ازاي سايب العميل بقاله 3 ايام تمام ما ردش عليه، وبيقدم خدمه بلو كواليتي او بكواليتي قليله جدا جدا. تمام. ومن ناحيه تانية قاعد يشير لك بوستات عامه على الفيسبوك. فبالتالي مهم جدا جدا ان انت تدخل على الاكونت بتاع الشخص عامه اللي انت حاسه مناسب، تقول له بعت لي البيج بتاعت الانستجرام او البيج بتاعت الفيسبوك بتاعتك، بالذات الفيسبوك. تمام. شوفوا هو بيعمل مشاركه للمنشورات بتاعته كم مره كل اسبوع او كم مره يوميا.
تمام. لو لقيت شخص بيشير كتير جدا جدا على الفاضي، مش مركز بس غير على السوشيال ميديا، اعرف انه شخص هيهملك اهمال كبير جدا جدا. طبعا اكيد هيجي لك سؤال في بالك، يا محمد طب انت بتشير كتير بس عارف مسؤوليه البيزنس بتاعي، وده الفرق. انا في الاول لو حد كان متابعني في الاول، تمام، انا اصلا ما كنتش بنزل اصلا اي ستوريهات. اللي انا كنت بعمله ان انا كنت بس بنظم وقتي بس على البيزنس فقط. تمام. بعد كده وصلت لمرحله خلاص انا بالنسبه لي دلوقتي بدات مرتاح شويه، بدات افهم البيزنس شويه، عارف ازاي ان انا ادير نفسي بطريقه سهله جدا، عارف مسؤولياتي. فبالتالي انت اول مره كده بتتعامل مع شخص انت عمرك ما اتعاملت معاه قبل كده، شخصيه انت ما تعرفهاش ابدا. فانت لازم تعرف الشخصيه دي قبل ما تتعامل معاها، علشان ما يضيعلكش كميه عمله كبيره. زي ما قلت لك الشخص ده ضيع لي اكتر من 10 عملاء. الشخص اللي كان بيرد على العمله دول بعد 3 ايام، وحتى تقديم الخدمه بتاعته ما كانش احسن حاجه، رغم ان هو كان شاطر جدا. يعني انت شفته، يعني هو كان شاطر جدا، يعني كان عنده نتائج الخدمه بتاعته جامده جدا جدا، وفي نفس الوقت كان بيحقق كميه نتائج مع العمله كبيره جدا. بس كميه شكاوي بسبب الكوميونيكيشن بتاعته الضعيفه جدا جدا. ما عندوش ايموشنال انتليجنس، او ما عندوش ذكاء عاطفي ان هو يعرف ازاي يتعامل مع العميل بالطريقه المظبوطه. فبالتالي مش عارف يظبط نفسه. يعني مثلا انا كنت مثلا بصحى الساعه 6 الصبح او 5 ونص الصبح، هو تلاقيه صاحي الساعه 6 بالليل. على فكره الكلام ده حقيقي. فبالتالي مهم جدا جدا ان انت تعرف شخصيه الشخص من الاكونتات بتاعت السوشيال ميديا بتاعته. شوفوا هو بينشر ايه، شوفوا هو بيعمل مشاركه على البوستات بتاعته كل قد ايه. فالموضوع ده مهم جدا جدا ان انت تعرفه. تمام. فالنقطتين دول طبعا مهمين جدا جدا، لازم تشوفهم في اي شخص عامه. تمام. من ناحيه نتائج الخدمه بتاعته، في هنا حاجه مهمه جدا جدا عشان تعرف ازاي النتائج بتاعه الخدمه بتاعه الشخص ده مناسبه جدا جدا، وهي كالتالي: ان انت تروح للنتائج بتاعته وتسال ايه هي النقطة اللي بتقف عليها الخدمة كلها. بمعنى لو انت مثلا بتتعامل مع اي خدمة مثلا فيها تغذية بصرية، مثلا شخص مثلا انت عينت شخص 3 دي، روح شوف الفيديوهات بتاعته، هل صح شكلها جذاب جدا، الوانها مظبوطه، كل حاجه فيها مظبوطه، انت نفسك انجذبت ليها، اعرف ان الشخص ده مناسب بالنسبه لك. لو انت مثلا شخص كميديا باير بتعين ميديا باير مثلا، عايز تشغل حملات اعلانيه لاشخاص تانيين عامه، تمام، او لعملاء، فانت روح شوف الشخص ايه اكتر حاجه بتاثر على الخدمه دي. حاجه اسمها رواز، الريتيرن اون اد سبند. طبعا الميديا بايرز هيفهموني كويس جدا جدا بتوع الماركتنج. فالرواز او الريتيرن اون اد سبند كام العائد اللي جه مقابل الفلوس اللي احنا صرفناها. فبالتالي مثلا لو هو مثلا كان عنده عميل مثلا صرف له 1000 جنيه وجاب له 10000 جنيه، فجاب له عائد حلو جدا جدا. طبعا الرقم ده كبير، 10 رواز او 10 اكس او 10 اضعاف الصرف اللي هو صرفه، دي حاجه كبيره. فبالتالي ابدا اعرف النقطه اللي فيها بتحدد هل الشخص ده شاطر ولا لا. تقدر تروح تسال في اي جروب، تقدر ان انت تسال اي حد عامه مختص بخصوص الموضوع ده، او حتى انت من نفسك تبقى عارف او تقرا عن الموضوع شويه، تبقى عارف بس النقطه اللي بتميز الشخص الشاطر عن الشخص اللي مش شاطر. فدي بالنسبه لنتائج الخدمه. وزي ما قلت لكم ملهاش دعوه ابدا بنتائج الخدمه. لو انت عندك شخص شاطر جدا جدا ولكن مهمل ومش مسؤول، فصدقني والله العظيم هيضيع لك كميه عمله كبيره جدا جدا، ومش هتعرف تستفاد باي عميل عامه، او اي عميل يقعد معاك مثلا فتره طويله جدا. صدقني انا جربت الموضوع ده بنفسي. تمام. تخيل ان الشخص ده خسران اكتر من 10 عملاء بسبب بس ان هو مش بيرد، ولكن هو نتائج الخدمه بتاعته حلوه، ولكن مش دي اللي هتفرق معاك. انت عايز شخص مسؤول بيشتغل معاك كتيم بمعنى اصح، عشان تقدروا تكبروا مع بعضيهم. فالنقطه دي مهمه جدا جدا. تمام. خلينا طبعا ندخل على الجزء العملي. طبعا خلينا طبعا نبدا نتكلم اكتر عن افضل واسهل طريقه تقدر تعمل بيها اوت سورسنج وتجيب بيها اول شخص مناسب ليك في التيم، وهي عن طريق الجروبات. طبعا الجروبات افضل مكان عشان بيجتمع فيه كل الفريلانسرز اللي بيقدموا نفس الخدمه اللي انت عايز تقدمها للعملاء بتوعك. فبالتالي بسرعه جدا هتقدر تجيب كميه اشخاص كتيره جدا، ممكن يوصل لعدد الاكتر من 100 شخص عامه عادي جدا. بيبعتوا لك البورتفوليو بتاعهم وبيقولوا لك عايزين نشتغل معاك. تقدر انت تختار براحتك جدا، اختار الشخص المناسب اللي هو صح هيعرف يقدم لك الخدمه بالطريقه المناسبه اللي انت عايزها وبكواليتي عاليه. ماشي. هنا طبعا نقول مثلا كمثال، لو مثلا عايزين مثلا نقدم مثلا خدمه مثلا كفيديو اديتنج، بنعمل فيديو اديتنج مثلا للكرييتورز، مثلا كرييتورز بنطور المحتوى بتاعهم، وانا محتاج شخص فيديو اديتور، تمام، بيعمل الستايلز الجديده اللي انا اتكلمت عليها طبعا في الفيديو اللي فات. تمام. الفيديو اديتور طبعا من افضل الخدمات حاليا، فبالتالي انا محتاج شخص فيديو اديتور يكون فاهم في الستايلز دي، يقدمها للعميل عامه اللي انا هجيبه. ماشي. فبالتالي اللي انا هعمله كالتالي: هكتب اسم الخدمه بتاعتي بلس او زائد المدينه بتاعتي او الدوله بتاعتي، زي بالظبط كده فيديو اديتنج ايجيبت. تمام. فهيطلع كل الجروبات اللي هي طبعا مهم جدا ان انت تروح على الجروبس اللي هنا اهي. تمام. وبعد كده هيطلع لك كل الجروبات بتاعت الفيديو اديتنج، كل الجروبات دي ننزل عليها.
عادي جدا جدا. ماشي. ولكن طبعا انا مشترك مثلا في جروب اللي هو فيديو اديتنج ان ايجيبت، وطبعا في جروب تاني اللي هو 160000 لان فيديو اديتنج بروفيشنالز. ادخل على اي جروب منهم، تمام. مثلا هدخل على الجروب ده مثلا، وهنكتب طبعا الرساله اللي انا مجهزها. طبعا عشان برضو ما اضيعش وقت الفيديو، عامه انا مجهزها وطبعا هقراها معاكم. انا محتاج شخص يقدم خدمه كذا، هنذكر طبعا اسم الخدمه بتاعتنا اللي احنا بنقدمها اللي هي مثلا الفيديو اديتنج. فانا اقول مثلا انا محتاج شخص يقدم خدمه الفيديو اديتنج، تمام، او خدمه الفيديو اديتنج بالستايلز الجديده اللي هي الحديثه اللي انا طبعا ذكرتها في الفيديو اللي فات، تمام، لعملاء في السعوديه. ومهم جدا ان يكون شخص اتعامل قبل كده مع عملاء وقدم لهم نفس الخدمه. طبعا عايزين نشتغل مع بعض خلال ال3 شهور الجايين، عشان هنشتغل مع بعض مع كذا عميل، عشان يبقى عارف ان احنا هنشتغل مع كذا عميل. فبالتالي كل الاشخاص يجوا لك، والاشخاص كمان الكبار والتقال يجوا لك برضو، اللي هم شاطرين يجوا لك لما يعرفوا ان انت هتشتغل مع كذا عميل مش عميل واحد. طبعا الموضوع ده يفرق، تمام. ولو مهتمه طبعا ابعت لي البورتفوليو بتاعك على الرقم الواتساب الخاص بيا، تمام. خلص الموضوع. طبعا هتحط هنا الرقم الواتساب الخاص بيك والموضوع اتقفل، تمام. ده الموضوع ببساطه. هتنزل هتلاقي معظم الناس بيبعتوا لك عامه على رقم تليفونك، بيقول لك ده البورتفوليو بتاعي، عايزين نشتغل مع بعضينا. تبدا بقى تاخد كل الفيديوهات اللي الناس بعتها لك، تبدا تقيم كل شخص مين اكتر الشخص عامه عجبك الفيديوهات بتاعته. دي بالنسبه للنقطه الاولى. بالنسبه للنقطه الثانيه، تروح تقول له عايز البروفايل بتاع الفيسبوك بتاعك او الانستجرام بتاعك. ادخل على البروفايل بتاعه، شوف هو بينزل وبيشارك كم مره، شوف هو عامه بيتعامل ازاي مع السوشيال ميديا، تمام. مهم جدا تعرف الموضوع ده. لقيت الشخص ده مثلا مناسب، ابدا بقى فلتر بقى الناس كلها اللي بعتت لك. شوف بقى مين افضل شخص مهتم بجد بشغله جدا جدا، وشغله والنتائج بتاعته حلوه جدا جدا من ناحيه الفيديوهات كتغذيه بصريه، فالشخص ده مناسب جدا جدا بالنسبه له، حطه في الاولويه. بعد كده مثلا وقع مثلا الاختيار على شخصين من افضل الشخصين اللي انت قابلتهم لحد دلوقتي ومناسبين جدا جدا بالنسبه لك. اقعد مع الشخصين ميتينجز، ابدا ان انت اسمع منهم. مهم جدا جدا تقعد ميتنج مع الشخص عامه اللي انت بتتعامل معاه. اوعى تتفق كل حاجه وانت في الشات، لازم تقعد معاه ميتنج، اتكلم معاه، ابدا اعمل كوميونيكيشن معاه علشان يبقى فاهم، وانت فاهم ان الشغل ده حقيقي 100% وواقعي 100%. خلي الشغل بتاعك بروفيشنال من الاول، وحسسه بجد ان انت قد المسؤوليه، ان انت هتجيب له عملاء وانت قدم الخدمه بطريقه مظبوطه، وان شاء الله نكبر مع بعض. فدي النقطه الاساسيه ورا الموضوع. فبالتالي اقعد مع الشخصين دول ميتنجز، حدد بعد كده بعد ما تخلص التو ميتنجز دول مين افضل بالنسبه لي. انا حاسس الشخص الاول كان افضل بالنسبه لي، حاسس ان هو بجد اللي هيقدم لي الخدمه بطريقه مظبوطه، خلاص كلمه قول له ان شاء الله هنبدا شغل مع بعضينا في اقرب وقت اقدر اجيب فيه عميل. بس الموضوع خلص. ده بالنسبه للاوت سورسنج.